ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بألف خير. يا رب يعود عليكم الايام بخير، ويا رب كل اللي ربنا ما كرمهوش باطفال ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، ويا رب يرزق كل مشتاق يا رب، وكل اللي نفسه في حاجة بيتمناها ربنا يديها له. النهارده ان شاء الله انا طبعا اول مرة اطلع لكم بفيديو اطلع لكم بفيديو يعني بنفسي. ان شاء الله مش هتبقى اخر مره، وان شاء الله هيعجبكم فيديوهاتي. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله كده سريعه. هي ممكن تكون بتاخد وقت شويه في السوا، بس سريعه وسهله وبسيطه، وان شاء الله تعجبكم. النهارده ان شاء الله هنعمل لحمه يخني او لحمه كباب حله زي ما انتم بتقولوا، اللي هي بتبقى متشوحه ببصل ده. هنشوفها دلوقتي معانا ونشوف الخطوات. وهنعمل مكرونه محمره. طبعا انا عشان خاطر الوقت يعني حوالي ساعة كده، فالوقت مش ساعفني خالص، ففاضل ساعة على الفطار. فطبعا هنبتدي نعمل معانا دلوقتي نحضر سريعا كده الأكل، وهنبتدي إن شاء الله أوريكم أنا هعمل الأكل إزاي، أو دي الأكل ده يا جماعة على طريقتي أنا. اللي حابة تجربوا تجربوا، بس أنا بحاول إن أنا أديكم أفكار. يمكن كل واحد بيعمل أكل على حسب ما هو متعود، فأنا بعمل الوصفة على حسب ما أنا متعودة، وإن شاء الله هتعجبكم لما تجربوها. وعشان خاطر بقى ما اطولش عليكم، تعالوا نشوف الفيديو. تعالوا قبل بقى ما نبدأ الفيديو، يلا بينا كده بقى نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى وصفتنا الجميلة دي. أنا زي ما قلت لكم هنعمل لحمة يخني كده، أو اسمها كباب حلة على حسب ما انتم ما بتقولوا. هنعملها كده بالبصل وكده. أنا في الطبيعي مش بغلي مية ولا بسلقها، أنا بشوحها على طول وبديها صدمة، وببتدي أنزل عليها بالبصل والبهارات بتاعتها، وبزود لها مية بقى، بحط لها مية مغلية أو مية من الحنفية، يعني على حسب ما انتوا عايزين. وتبتدي اللي انتي تسيبيها بقى، كل ما تشرب ميتها تبتدي تحط لها ميه تاني. بس طبعا الكلام ده عايز وقت طويل، وانا كنت ساعتها عايزه انجز، فقلت اسلقها كده نص سلقه كده، وابتدي اللي انا امشي بالوصفه عادي جدا زي ما انا ما بعملها. هنا بقى كنت سبت الميه زي ما وريتكم كده، سبتها تغلي، وبعد ما غليت حطيت نزلت بصلايه وطماطمايه صغيرين كده، او متوسطين يعني اللي عندك يعني. وتبتدي بقى تنزلي ورق اللورة والحبهان وجزر. ده بيخلي طعم الشوربه جميل بصراحه، بس انا ما كانش عندي. انا كان عندي جزر بس كنت يعني اللي هو كنت عايزه انجز بقى كده عشان الوقت، فسبتها بقى. سقطت اللحمه كده بعد ما الميه غليت، وابتديت اللي انا اسقط اللحمه، وقفلت بقى عليها كده، غطيتها كده عشان خاطر ايه تاخد من بعضها كده، وتبتدي ايه تنجز معايا. المهم خلاص هي كده كانت اتسلقت، وابتديت بقى اللي انا ايه اصفي كده الشوربه، اخد الشوربه بتاعتها، عشان طبعا انا هستفيد بيها برضو. الشوربه اللي انا هعمل جنب الوصفه دي مكرونه محمره، ممكن تاكليها بالعيش بتبقى جميله جدا، ممكن تعمليها جنب طبيخ ورز برضو، بس عشان احنا لسه كنا عاملين طبيخ ورز فحبينا ناكلها بالمكرونه. وخصوصا هي الاكله دي عايزه يعني ايه حاجه خفيفه جنبها، يا عيش يا عيش بقى ومخلل وكده، يا اما مكرونه محمره. يعني حتى انا ما حبيتش اعمل مكرونه بصلصه. بس كله يعني شغال، يعني على حسب ما انت عايزة بتاكلي الحاجة اللي تعجبك يعني. هنا بقى كنت خلاص خدت الشوربة وصفيتها في حلة تانية، وقلت ايه هعمل اللحمة في نفس الحلة. شلت منها البصل والطماطم اللي انا كنت سالقه بيهم، وابتديت بقى اللي انا ايه اجيب كده بصلتين كده كبار، قشرتهم وكده، وقلت اقطعهم بقى. قطعتهم طبعا دول بصلتين كده حلوين كبار. الوصفة دي بتحب بصل كتير، عايزة تزودي برضو زودي، بس انا بعمل على قد كمية اللحمة. الكمية دي كيلو، بس طبعا اللحمة مش عارفة كشت معايا شوية كده، بس يلا مش مشكلة. هنا انا كنت مقطعة اللحمة مكعبات، مكعبات كده صغيرة يا دوبك على قد كده ايه المعلقة، يعني على قد كده اللقمة يعني تاكليها. فانا بحب اعملها كده صغيرة، وممكن تعمليها كبيرة، ممكن تسيبيها كبيرة عادي، بس انا بحب اعملها صغيرة كده، تبقى يا دوبك يعني بتشيليها كده بالمعلقة على قد الاكلة. آه طبعا الاكل اللي بعمله ده، سواء عملت زياده عملت كده، انا ببقى بعمل الاكل ده يا جماعه على يومين. تمام، يعني انا بعمله خصوصا اللي احنا يعني انا معايا اطفال وكده، وده حال اي ست بيت بيكون فاتحه بيت ومسؤوله من اطفال وكده، فبتضطر ان انت تعملي الحاجه اللي تنجز وقتك معاكي. يعني انا بحاول ان انا اوفر وقتي وانجزه وكده. يعني انا
مثلًا باسبِّك طماطم، باسبِّكه عندي وباحطه في الفريزر. ممكن اللي أنا أحضّر لحمة مفرومة وكده، أحضّرها حاجات يعني أنا إن شاء الله هاعمل فيديو تاني معاكم، هاورّيكم يعني تفريز الطماطم إزاي، وباسبِّكها إزاي، ده طبعًا على طريقتي. اللي حابب اللي هو يجرّبها، يجرّبها. وهاورّيكم وصفات جميلة جدًا أنا باعملها، بُصّي هتنجز معاكِ وقت ومجهود وكل حاجة يعني. خصوصًا لو أنتِ عندِك عزومة أو كده، الدنيا هتبقى تمام معاكِ أوي يعني، يا دوبك بتطلّعي من الفريزر الصلصة وتعمليها. وبرضه اللحمة المفرومة باقسّمها كده مثلًا لإرباع أو لإنصص، وابتدي أعمل بيها وصفات كده اللي هو تنجز معاكِ وقت برضه، تبقى جاهزة وعندِك في الفريزر، وقت أمّا تكوني مثلًا مش قادرة تعملي أكل بتطلّعيها على طول وتشتغلي فيها، ما بتاخدش معاكِ نُص ساعة يعني. فده كُلّه ده بيوفّر معاكِ وقت. طبعًا أنا هنا كنت باشوّح بقى اللحمة، قطّعت عليها البصل ونزلت بالتوابل، ملح وفلفل وبهارات لحمة وكمون، وحطيت بصل باودر وتوم باودر بس مش كتير، معالق يعني معلقة صغيرة من كل حاجة، عشان برضه كتر التوابل والبهارات في الحاجة بتمرّرها وبتغيّر طعم أصلًا اللحمة. ممكن تنزلي برضه تحطّي في الوصفة دي ممكن تحطّي جوزة الطيب، أنا باحطها برضه، يعني سواء في لحمة مفرومة في العصاج أو في اللحمة دي، بتدّي طعم كده حلو. و حطيت شوية كزبرة ناشفة كده صغيّرين خالص يعني. ماشي، قعدت أقلِّب كده، أقلِّب كويس فيها وبقيت إيديّا فيها طبعًا عشان باشوّحها، وحطيت طبعًا مرقة دجاج، ده أساسي، وتحطّي ورق لورا، وبتحطّي برضه حبّهان في الوصفة دي، وتقلّبي وبعد أمّا بتستوي بتشيلي الكلام ده عادي جدًا، بتشيلي الورق اللورا والحبّهان عادي، بس هو بيطعّم الوصفة دي. بس طبعًا أنا ما كانش عندي زي ما قُلت لكم فما حطيتش. برضه عادي جدًا بيبقى طعمها حلو وزي ما هي عادي يعني. بس هي الورق اللورا والحبهان بيدّي كده يعني تَكّة كده حلوة. هنا كنت باغلي المَيّة في البراد ده عشان أنا الكاتل عندي بايظ، أنا عندي بدل الكاتل كاتلين بس للأسف يعني باظوا في دخلة رمضان، فالحمد لله يعني، ربنا يسهّل هنجيب لنا غيره إن شاء الله، لإن هو بصراحة بينجز كتير أوي في الأكل. طبعًا حطيت المَيّة ونزلت عليها بالمَيّة بعد أمّا شوّحتها كويس، وابتديت اللي أنا أحط مَيّة تاني، قُلت ربما يعني تحتاج مَيّة تاني، فيبقى عندي مَيّة مغلية بكفاية. هنا بقى في الحلة التانية النبيتي دي، كنت حطيت فيها المكرونة المحمرة زي ما قُلت لكم، ونزلت عليها بمكعبين زبدة كده حلوين، ونزلت عليها بشوية زيت صغيرين عشان بس ما تتحرقش معايا وكده، ابتديت بقى أقلِّب فيها كويس، أقلِّب، أقلِّب، أقلِّب كويس. طبعًا إيديّا كانت في الاتنين، وبالأكتر في المكرونة عشان تاخد لونها يبقى لون واحد كده. وعايزة أقول لكم اللي أنا يعني على قد ما أقدر كانت بصراحة هتتحرق منّي، كانت هتتلسع منّي بسبب اللي أنا كانت خلف الكواليس بقى كانت في حاجات تانية بتحصل. يعني أولادي بقى وكده ربنا يخلّيهم لي ويرزق كل مشتاق يا رب، واللي نِفْسه في طفل يدّي له يا رب، اللهم آمين. هم نعمة من عند ربنا، وإحنا راضيين بأي حاجة هم بيعملوها. أي نعم هم بيبهدلونا ويمرمطونا، بس أول ما بيتعبوا كده بنجري عليهم كده جري يعني، فربنا يخلّيهم لنا. دي بنتي الصغيرة كانت عمّالة تشِد فيّا بقى في الوقت ده وعايزة تنام، وطبعًا الوقت ده كان خلاص يعني على الأذان، فكنت عايزة أحاول اللي أنا أنجز يعني كان حوالي فاضل ربع ساعة، فكنت عايزة أنجز بقى. وقُلت بقى إيه، طبعًا هي ما سكتتش بقى إلّا لمّا طبعًا عايزة تنام، يعني عايزة تنام. فقُلت بقى خلاص هاحمّر المكرونة وأحُط لها مقدار المَيّة بتاعها أو مقدار الشوربة أسيبها كده تتشرب وأوطّي عليها، وقُلت إيه، أروح أغيّر لها وكده وأنيّمها و وآجي أكمّل الأكل. طبعًا عادي لو الأذان أدّن عليَّ ده يعني ده الطبيعي من أول رمضان، لإن أنا إحنا مش بنفطر على ساعة الفطار. طَب هتقولي لي يا أماني طَب أنتِ ما بتفطريش ليه؟ كل الناس بتفطر. الحمد لله. أنا جوزي بييجي على بعد الفطار يعني بحوالي ساعة، ساعة إلا ربع، نُص ساعة في التوقيت ده يعني. على حسب يعني شغله وعلى حسب طريق ال الطريق يعني معاه والمواصلات وكده، فطبعًا بياخد وقت شوية. أنتم عارفين بقى ساعة الفطار وكلّه بيبقى بيفطر وكده، فما بيلاقيش بقى مواصلات، فالموضوع بيبقى معاه صعب وبييجي لنا متأخّر. طبعًا أنا باصبّر نَفْسي كده بشوية عصير بافطر عليهم، بحاجة من يعني باكل حتّة حلويات من اللي عندي مثلًا من اللي أنا عاملاهم، أي حاجة كده أصبّر بيها نَفْسي لغاية أمّا بييجي، وبعد كده باحُط الأكل بقى.
فطبعًا بس أنا برضه عايزة أنجز الأكل برضه وأنجز وقتي عشان خاطر إيه، يعني الأكل يبقى معمول ممكن ييجي في أي وقت يبقى أنا إيه، الموضوع معايا تمام يعني وأكون مخلّصة الأكل، لإن هو برضه أول يوم رمضان عمل كده ولقيته اتفاجئت لقيته جاي بدري. هنا بقى كنت خلاص حطيت شوربة الماجي على كنت نزلت بالشوربة على المكرونة، والشوربة ما كانتش بصراحة كفّت لإن المكرونة كانت ما شاء الله كتير، فكنت عاملة بقى زيادة لإن أنا عيالي بيحبوا المكرونة، وقُلت لتاني يوم يعني الأكل ده هيفضل، فقُلت أعمل بالمرّة. نزلت عليها بالشوربة وابتديت إن أنا حطيت كوباية مَيّة يعني على الشوربة وكده بازوّد بيها المعيار المكرونة، ابتديت أنزل بورقة ماجي برضه عشان تعمل الطعم، الملح بتاعنا وشوية كمون. هنا بقى كنا خلاص طبعًا أنا سِبتها المكرونة تشرب مَيّتها الأول علّيت عليها، وبعد كده ابتديت أول ما شربت المَيّة ابتديت أوطّي عليها خالص وسِبتها براحتها. هنا كانت خلاص استوت وريتها لكم، واللحمة هنا كانت شربت مَيّتها كلّها، طبعًا أنا حطيت لها شوية مَيّة تاني غير اللي أنا وريتها لكم. اللي كان المَيّة المغلية اللي كانت في البراد حطيت شوية منها بس مش كلّها، وابتديت اللي أنا خلاص كده أنا لمّا يعني حبيت كده أقطعها كده لقيتها قطعتها كده بالمعلقة لقيتها يعني بتشد شوية فاضطريت أحط لها شوية مَيّة، كانت هنا خلاص شربت المَيّة كنت باقلّبها كده تقليبة باشوفها عشان ما تلزقش يعني في الحلة وكده، وأنا كمان عايزة يبقى فيها صوص اللحمة بيبقى طعمه بصراحة خطير، ومش عايزاها تبقى ناشفة كده ما بتبقاش حلوة. المهم بقى سِبتها كده خلاص كنت خلاص كده هنا باحط الأكل بقى باحضّر الأكل هنا كان جوزي جِه خلاص وجاب لنا بقى الشيبسي الجميل ده، ده أساسي معانا يعني بنحب الشيبسي جدًا يعني، بس يعني بنفكّر 100 مرّة قبل ما نحط الشيبسي على الأكل بسبب أولادي، يعني عندي بناتي ما شاء الله عليهم بيموتوا في حاجة اسمها شيبسي، بيسيبوا الأكل كلّه وياكلوا في الشيبسي، فربنا يخلّيهم وبالهنا والشفا وألف هنا وشفا ليهم. ولو كنتِ وصلتِ للمقطع ده يا ريت تكتبي لي تعليق كده لو أنتِ لسه جديدة في القناة، عرّفيني كده بنفسِك عشان أرحّب بيكِ في قلب قناتي، والله وجودكم على راسي من فوق، اعملي بقى لايكات كتير كده شهيصيني وفرّحيني كده ويا رب أكون خفيفة على قلوبكم، يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. هنا بقى كنت حضّرت بولات الشوربة، أنا كنت عاملة شوربة قبلها بيوم، طبعًا عملتها عشان بناتي وكده كانوا تعبانين شوية وكان يعني بطنهم وجعاهم شوية، فقُلت أعمل لهم حاجة كده خفيفة، وبصراحة برضه يعني كلوا على قدّهم كده وما قدروش يكمّلوا، فطبعًا كنت عاملة حلة كده صغنونة بس كانت مليانة يعني، فقُلت مش مشكلة عادي جدًا هاسيبها لتاني يوم أحط منها برضه. أنا عاملة الشوربة دي شوربة خضار، بس مش شوربة خضار اللي هي بتتعمل بيتحط فيها بطاطس وجزر وكوسة والكلام ده، لأ أنا باعمل شوربة كده اللي هي شوربة لسان عصفور بس باحط عليها خضار، بتحطي بقى الخضار اللي أنتِ عايزاه، يعني أنا باحط جزر وبطاطس، ممكن تحطي بسلة معاها، الحاجات الألوانات دي يا جماعة والله بتفرق جدًا مع الطفل، يعني بتفتح نِفسه كده، يعني أنا عيالي ما كانش ليهم أوي في العصفور وكده كان يعني كنت كانوا بيحسوه زي المَيّة، بس لمّا بقيت باحط لهم الحاجات دي ابتدأوا اللي هُم يتقبّلوا على الأكل وياكلوه، فالحاجات دي بتفرق جدًا مع الطفل، جرّبي تعمليها هتعجبِك جدًا. أنتِ بتقطّعي الخضار اللي أنتِ عايزاه مكعبات عايزة تحطّي أنا ساعات كنت باحط كوسة، بس مع يعني عيالي ما حبّوش الخضار الكوسة في قلب لسان العصفور، فبقيت باشيله بصراحة. ممكن تحطّي بسلة بتبقى لذيذة جدًا وبيبقى طعمها حلو في الشوربة، وحطّي الخضار اللي أنتِ عايزاه. المهم أنتِ بتقطّعي الخضار بتاعِك وبتبقي مجهّزاه بتنزلي بمكعب زبدة حلو كده عفوًا، ف لمّا بتحطّي الزبدة كتير بتبقى بتدّي طعم كده للشوربة حلو، وبتبتدي تنزلي بشوية زيت صغيّرين بس عشان خاطر الزبدة معاكِ ما تتحرقش، أو السمنة اللي أنتِ حاطّاها يعني أيًا كان، وتبتدي اللي أنتِ تشوّحي أو تحمّري لسان العصفور، وتبتدي تنزلي بقى على الخضار على لسان العصفور تدّي له كده تقليبتين 3 تشوحيهم مع بعض، وتبتدي تنزلي بمعيار المَيّة بتاعِك أو بالشوربة أيًا كان، وبتحطي لو أنتِ هتحطي مَيّة ممكن بتحطي مَيّة طبعًا مغلية، وتبتدي اللي أنتِ تحطي شوربة ماجي على الإيه، على الشوربة دي. بتخلّصي بقى بتسيبيها كده بقى
طبعا بتبقى افضل لو بشوربه لحمه او بفراخ، وتبتدي تسيبيها بقى على النار تغلي، واول ما تبتدي تغلي وتقلب قلبتين كده مع بعضها في الغلو كده وتاخد وتدي مع بعض، تبتدي اللي انت ايه تطفي عليها النار وتقفلي الغطا، وتخلي الغطا يبقى محكم كده وكويس، بحيث اللي هي بقى بتستوي يعني منها فيها كده بتستوي. لان انت لو سبتيها تتقلب كتير في النار وتغلي كتير بتتهري، والخضار بيتهري، والعصفور ذات نفسه بيتهري، فمش مستحبة خالص. والطريقة دي أنا بعملها دايما وجميلة. وهنا بقى كنت خلاص حطيت الأكل وزي ما انتوا شايفين كده، ده طبق الأكل بتاعنا الجميل. ويا رب تكون السفرة دي عجبتكم، يكون الأكل يكون جميل معاكم. أنا كنت هنا بصراحة مش قادرة أشيل الطبق، كان كتير عليا وتقيل، آه فحطيته تاني على الرخامة يعني. زي ما انتوا شايفين كده الاكل، حطيت بقى مخلل، ما رضيتش اعمل سلطه المره دي تغيير، وفي نفس الوقت الاكله دي زي ما بيقولوا كده حرشه، يعني عايزه حاجه كده تفتح النفس. فاكل اساسا يا جماعه يفتح النفس ويتكلم عن نفسه. اللحمه كانت طعمها خطيره بجد وكانت جميله جدا، انا بعشق اللحمه دي. اساسي معايا لازم اعمل الكباب الحله ده في العيد الكبير، يعني اساسي بعملها دايما يعني. بعمل كده وبعملها مشويه، ما بحبش اسلقها بصراحه في العيد الكبير، يعني في عيد اللحمه بحب يا اما اعملها كده يا اما اشويها. المره الجايه ان شاء الله بعملها لكم كده مشويه وهنا كان في طبق فاصوليا كده، كان فاضل من ساعه ما كنت عاملاها معاكم. طبعا انا ما رضيتش ارميها، كانت طعمها حلو، وجوزي بيحبها، خصوصا بيحبها يعني من ايدي وكده، فطبعا حطيتها خساره يعني. وهنا الشيبسي اهو اللحمه، وحطيت طبق المخلل ده فظيع يا جماعه بصراحه، وطبقين بولتين الشوربه اهو. ألف هنا وشفا على كل اللي بيتفرج بقى. تعالوا كلوا معانا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب أكون خفيفة كده على قلوبكم، أكون ضيفة خفيفة. وأتمنى لو شفت قناتي وجاتلك وظهرتلك، اكتبي لي تعليق كده حلو يفرحني، واشتركي في القناة، وفعلي زرار الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لي كل إشعارات الفيديوهات اللي أنا بنزلها، ويوصل لي كل جديد. وإن شاء الله استنوني في فيديوهات كتيرة جاية كتير. هنعمل بقى مقالب وتحديات وحاجات جميلة، مش عايزة أقطع عليكم المفاجآت، وهيفوتك كتير لو انتي ما تابعتنيش وما فعلتيش الجرس. ويا رب أكون خفيفة على قلوبكم، وأشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.